قبل ما نبدأ ملخصنا حابب أعرفكم إن راجع لكم بفيلم أكشن وإثارة هندية طالعة من ملخصاتنا العالمية، فيا ريت تصلوا على النبي وتدعمونا باشتراك ولايك جميل علشان يوصل لكم كل جديد. وهيا بينا نبدأ. ملخصنا العالمي بيبدأ مع الراجل الغني ده وبيعرفه الدكتور إن ابنه حالته متأخرة جدا ومحتاج عملية زرع قلب، والراجل بيعرفه إنه عاوز ينقذ ابنه بأي طريقة وبأي ثمن، فبيعرفه إن في دكتور اسمه أرجون هو الوحيد اللي يقدر ينقذ ابنه، وبيعرفه إن هو أفضل جراح في الصين كلها. بعدها بنروح للمشرحة مع الدكتور أرجون واللي بيكون بيعمل عملية لبنت، وفي نص العملية بيخرج يشرب قهوة وبياخد بريك، فبيجي أبو البنت علشان يطمن على بنته، فبيعرفه الدكتور إن العملية لسه ما خلصتش، فبيقول له إزاي يا عم ما خلصتش وأنت قايل لي إن حالتها حرجة؟ فبيعرفه الدكتور إن في 5 مليون حساب العملية لسه ما تحولوش لحسابه الشخصي، والراجل بيقول له هبعت لك كل الفلوس اللي أنت عاوزها بس انقذ بنتي أرجوك. وفعلا بيدخل الدكتور وبيخلص العملية وبينقذ البنت، وبيعرف أبوها إنهم خطفوا البنت دي وخلصوا عليها وأخدوا قلبها وزرعوه في جسم بنته، والراجل بينصدم جدا. بعدها بيمشي الدكتور وبيروح يقابل الراجل اللي دقنه شكلها غريبة دي، والراجل بيطلب منه إنه ينقذ ابنه في أسرع وقت، فبيطمنه الدكتور وبيقول له في خلال يومين ابنك هيكون تمام بس ده هيكلفك 50 مليون، والراجل بيوافق بس بيقول له ابني لو حصل له حاجة أنا مش هرحمك، والدكتور بيطمنه وبيتفقوا على كده. بعدها بيروح لمكان كله شاشات مراقبة ومن خلالها بيقدر يحدد موقع أي حد موجود في الهند من فصيلة دمه، وبيكون دكتور وسخ وشغال في تجارة الأعضاء، وبيطلب منهم يحددوا فصيلة الشخص اللي محتاجينها علشان ياخدوا منه قلبه ويزرعوه لابن الراجل الغني، والجهاز بيلقط بنت هي الوحيدة اللي بتكون نفس الفصيلة اللي محتاجينها، فبيطلب منهم إنهم يجيبوا البنت دي لهونج كونج في خلال يوم واحد. بعدها بنروح لمكان البنت واللي بيكون اسمها بايلافي، واللي بتكون بتكلم أمها في التليفون وبتعرفها إنها رايحة للمدينة وهترجع بكرة الصبح، وبيكون معاها الدبدوب ده، وبتفضل تفتكر أول يوم ليها في الشغل، وبنعرف إنها كانت شغالة في شركة الطيران وبتنظم هبوط الطيارات، وساعتها كان في طيارة بتطلب إذن للهبوط وبتقوم بقيادة الطيار ده واللي اسمه أديديا، وبتكلمه بتوتر، فبيسألها هو ده أول يوم ليكي في الشغل؟ فبتقول له أيوه، فبيقول لها ما تتوتريش كده الموضوع عادي وسهل، وبيبدأ يرشدها للخطوات اللي هتعملها، وبيهبط فعلا بالطيارة بنجاح، وهي بتشكره على المساعدة وبتقول لصاحبتها إنها عاوزة تشوف الطيار اللي كان بيكلمها، واللي بتاخدها فعلا وبتشاور لها عليه، والبنت بتعجب بيه من أول نظرة وبتفضل تتخيل بقى إن هم ارتبطوا، والأيام بتعدي والبنت بتفضل تراقبه من بعيد وهو ما بيكونش شافها قبل كده، والتواصل بينهم بيكون وقت هبوط طيارته بس. وفي يوم بيسألها عن اسمها فبتقول له انت ممكن تناديني باسم اي تي سي، فبيضحك وبيقول لها هو انت روبوت ولا ايه؟ وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف واحد من رجاله الدكتور بيحقنها بمخدر، ولما بتفقد الوعي بياخدوها للمستشفى، والبنت بتكون ماسكه في الدبدوب اللي معاها، بس الممرضه دي بتاخد الدبدوب وبترزعه في الارض، وبيدخلوا البنت للغرفه دي والبنت بتبدا تفوق، بس الممرضه دي بتخبطها بحاجه على دماغها وبتفقدها الوعي من تاني، والبنت بتدخل في غيبوبه، وفي اللحظه دي روحها بتخرج وبتنتقل للدبدوب اللي كانت ماسكاه من شويه، وما بتكونش مصدقه اللي بيحصل ومش فاهمه ازاي روحها انتقلت في جسم دبدوب وانها دلوقتي بعد ما كانت انسانه بقت دبدوب. وبتشوف العصابه في اللحظه دي وهم واخدين جسمها وخارجين بيحطوها في عربيه اسعاف وبيمشوا، والبنت بجسم الدبدوب ده بتجري وراهم بس بتنكف على وشها وما بتكونش فاهمه ايه اللي بيحصل، وبتلاقي قدامها طفل صغير قاعد بيلعب في التليفون، فبتطلب منه تعمل مكالمه، فبيقول لها ثواني بس اخلص اللعبه، وبتقعد جنبه وبتساله ازاي ما خفتش من دبدوب بيتكلم، فبيقول لها اخاف من ايه انا بسمع الحاجات دي في افلام الكرتون كتير، وبيديها التليفون علشان تعمل المكالمه بس ما بتعرفش تكتب الرقم، فبيقول لها قولي الرقم وانا اكتبه، فبتقول له انا مش عارفه اعمل ايه، وبتقول له انه يطلب لها دليفري يوصلها المكان اديديا، والولد فعلا بيطلب لها الدليفري وبيعرف الراجل المكان وبياخدها الشخص ده قدامه على الموتوسيكل، وساعتها بيكون بيتخانق مع خطيبته في التليفون، ومن زهقه راح ماسك الدبدوب ورازعه في الارض، فقامت البنت ولسه بتتكلم معاه، فبيترعب الراجل جدا منها وبياخد الموتوسيكل وبيطلع يجري، والبنت بتمشي وهي زعلانه وفجاه بتلاقي كلاب بتجري وراها، والبنت بتترعب جدا وبتفضل تجري، وفي نفس اللحظه بنشوف اديديا وعمه راكبين عربيه وبيكونوا سكرانين على الاخر، ولما شافوا الدبدوب اخدوه معاهم في العربيه، وبتفضل تتكلم معاهم لحد ما بيوصلوا للبيت وهم بيكونوا سكرانين وعمالين يضحكوا وفاكرين ان كل اللي بيحصل ده تهيؤات، وبياخدوها وبيدخلوا جوه دبدوبه فوق البيت وبتقعد تتكلم في التليفون مع الولد الصغير اللي كانت قاعده معاه، وبتبدا تحكي له ان من فتره كان فيه هبوط للطياره اللي كان قائدها اديديا، وكل الركاب اللي كانوا في الطياره اطفال، واديديا بيتواصل معاها وبيطلب اذن بالهبوط، تطلب منه يهبط السرعه، والواد بيبدا يغازلها وبيعزمها على مشروب بعد الشغل، وهي بتوافق لانها معجبه بيه اصلا، وصاحبتها اللي معاها بتكون حامل وبتقع على الارض، والبنت اول ما شافتها طلعت تجري علشان تطمن عليها ونسيت الشغل، وبيفضل اديديا ينادي عليها بس هي ما بتكونش سامعاه، والكارثه هنا بقى ان بيكون في طياره هتهبط في نفس الوقت اللي هو هيهبط فيه، وهتحصل
هيحصل كارثه. بس البنت على اخر لحظه بتشوف اللي بيحصل وبتكلمه وهي مرعوبه وبتعرفه ان في طياره هتهبط في نفس المكان، فبيقول لها عاوزك تهدي كده وتوجهيني صح وما تقلقيش من اي حاجه، وبتسمع كلامه فعلا وبيقدر انه يهبط بامان. وتاني يوم بتروح علشان تقابله، بس بتلاقيه قاعد مع المدير واللي بيعرفوه ان اخر هبوط كان هيحصل فيه كارثه، وبيعرفوه ان تحليل الدم بتاعه طلع فيه نسبه كحول عاليه وان كده شغله في خطر. والواد بيتعصب عليهم جدا وبيقول لهم مش فارق معاكم الاطفال اللي انا انقذتها وفارق معاكم ان في نسبه كحول في الدم. والبنت لما بتسمع كده بتتضايق جدا لانها السبب في اللي حصل، وبتمشي من المكان. وبنرجع من الماضي للطفل وهو بيقول لها استني بس، معنى كده ان اديديا ما شافكيش قبل كده صح، وان التواصل بينكم كان عن طريق اللاسلكي بس. فبتقول له مظبوط. فبيقول لها هتعرفي ازاي انك اتحولت لدبدوبه؟ وهي ما بتكونش عارفه ردة فعله هتكون عامله ازاي لما يعرف ان البنت اللي كان بيكلمها بقت دبدوبه. والواد بيعرفها ان ايامه في دنيا معدوده، وبيعرفها ان القلب عنده مش بيشتغل من غير جهاز تنظيم ضربات القلب، وبيقول لها ما تفقديش الامل وانها تواجه حبيبها وانه اكيد هيساعدها تستعيد جسمها من تاني. بعدها بنروح لجسمها واللي بيكون وصل هينج كونج، والدكتور اللي هنا بيكلم ارجون وبيعرفه ان الجثه وصلت، فبيحطوا عليها جهاز كده علشان تفضل في غيبوبه. بعدها بنروح للدبدوبه بقى واللي بتكون بتصحى اديديا، ولما مش بيرضى يصحى معاها بتجيب صاعق الناموس وبتكهربه في صباع رجله، واللي بيصحى واول ما بيشوفها قدامه بيفضل يضحك وبيكون فاكر ان ده تاثير الخمره. بس عمه بياكد له ان الدبدوب فعلا بيتكلم، والبنت بتتضايق عليهم جدا وبتحكي لهم كل اللي حصل. فبياخدوها معاهم في العربيه وبيروح للكاهن ده، ولما بيعرف قصتها بيقول لهم ان عادي الروح تغادر الجسم وتسكن اي دميه، بس لما ترجع للجسم من تاني كل الفتره اللي عدت عليها وهي دبدوبه هتتمحي من الذاكره. ولما بيخلصوا بيخرجوا والبنت بتطلب انهم يوصلوها لبيت اهلها، ولما بيوصلوا لهناك بيعرفهم الشخص ده ان بنتهم ماتت وهم دلوقتي بيدفنوها، قصدي بيحرقوها، ما هم هنوب بقى. والبنت بتتصدم جدا والراجل بيعرفهم انها ماتت في حادثه، لدرجه ان اهلها ما قدروش يتعرفوا على الجثه. والبنت بتكون حزينه جدا، والراجل ده بيقول لها مش انت البنت اللي شغاله في شركه الطيران مع ديديا؟ وبيفكرها انه اخد عنوانها واتكلم معاها قبل كده. والبنت بتعترف له فعلا ان هي، وبتكون حاسه بالذنب علشان ديديا ساب الشغل بسببها، وبتطلب منه ما يعرفوش انها بايلافي. فبيوافق وبيطلب منها لما ترجع روحها لجسمها تعترف له هي بكل حاجه، وبتوافق وبتعرفهم ان الجثه اللي استلموها اهلها دي مش جثتها. فبيوعدها ديديا انه يساعدها لحد ما تسترجع جسمها من تاني. ولما بتساله ليه هتساعدني فبيعرفها ان اهله ماتوا قبل كده في حادثه طياره، وعلشان كده هو اشتغل طيار علشان يكون حريص انه يحافظ على حياه الناس اللي بتكون راكبه معاه في الطياره. وبيعرفها انه خسر شغله وان مفيش اي حاجه يبكي عليها، ولما اهله ماتوا ما عرفش يشوفهم علشان جسمهم كان متشوه، والحزن اللي موجود عند اهلك ده هو اكبر حافز هيخليني اساعد. بعدها بياخدها ويمشوا من المكان، وبيروح ديديا لاسم الشرطه علشان يشوف تقرير الفحص الطبي بتاع الجثه، والضابط بيعرفه انه يروح للمشرحه هيلاقي طلبه هناك. واللي فعلا بيروح للمشرحه بس بيكتشف ان هم مزورين في الورق. ومايلافي بتتصل على الطفل علشان تطمن عليه، بس بترد عليها امه وتصدمها ان بيتشو مات. والبنت بتحزن جدا وبتسال عن سبب الوفاه، فبتعرفها انه توفى في حادثه لدرجه انهم ما قدروش يتعرفوا على الجثه. فبيستنتج ديفيا ان الطفل حصل له نفس اللي حصل للبنت، وبيتاكد لما بيعرف انهم خرجوا من نفس المستشفى اللي البنت كانت فيها. والبنت بتكون حزينه على موت الولد، بس بيعرفها انه اكيد عايش وانه اتخطف زيها. والبنت بتقعد مع نفسها وبتفكر في كلام الولد لما قال لها ان عشان القلب يشتغل عنده بيحتاج جهاز تنظيم ضربات القلب. فبتجيلهم فكره وبيبعتوا الدبدوب للمستشفى اللي المفروض انهم ماتوا فيها. بس الممرضه دي اول لما بتشوف الدبدوب بتمسكه وبترزعه في الارض. والله يا جدعان الدبدوب ده متبهدل معانا على الاخر. بس بتسمع الممرضه وهي بتتكلم مع الدكتور وبيطلب منها تلغي تتبع جهاز ضربات القلب بتاع الولد علشان محدش يعرف يوصل له. وارجل لما بيعرف ان في مشكله في المستشفى وان في ناس بتدور وراهم بيطلب من رجالته يغيروا طريق الشحنه. اما ابن الراجل الغني ده بيكون تعب جدا وبينقلوه للمستشفى، وارجل بيقول للدكاتره ان دي اهم عمليه هيعملوها في حياتهم، وبيقول لهم انهم لازم يكونوا مركزين جدا. والبنت بتكلم ديديا وبتعرفه ان في دكتور اسمه ريدي له علاقه بالموضوع، ولو عرفت توصل له هتعرف منه كل حاجه. بعد كده بتروح تهجم على الممرضه دي وبتاخد حقها منها، وديديا وصاحبه بيوصلوا للدكتور وبيضربوا الناس دول وبيقدروا يخطفوه فعلا، واللي بيعرفهم فعلا مكان الولد المخطوف، وبيكون موجود في حاويه في المينا، وهم بيفضلوا يدوروا لحد ما بيوصلوا المكان وبياخدوه وبيمشوا من المكان. بس الدبدوبه دي بتفضل مكانه وبيتصل عليها ديديا وبيسالها انت فين، فبتعرفه انها في الحاويه مكان الطفل علشان تعرف جسمها راح فين. في اللحظه دي بتسمع صوت ان السفينه هتوصل لهونج كونج في خلال 5 ساعات، وصاحب ديديا في المنيا بيكتشف شحنه علاج كانت متهربه لهونج كونج، ودي عباره عن علاج بيعملوا بيه ابحاث عن الحيوانات.
الحيوانات وانه خطير جدا. وديديا بيقول له لا، هم اكيد بيستعملوا العلاج ده على البشر مش الحيوانات. فبيعرفوا صاحبه ان اللي ورا الموضوع ده ناس تقيله جدا في البلد، اكبر من الشرطه نفسها. بعدها بنروح للمستشفى وبنشوفهم بيجهزوا للعمليه، بس الولد ابن الراجل الغني بيحصل له تشنجات وبيقرروا انهم ياجلوا العمليه لمده يوم على ما تتحسن حالته. والراجل ده بيوصل لارجون وبيبلغوا ان الشحنه وصلت بس الطفل مش موجود، وانهم لقوا مكانه دبدوب ومعاه تليفون، وبياخد منه الموبايل وبيتصل على اخر رقم واللي بيكون داديا، وبيفضل يهدده انه ما يدورش وراه وانه يبعد عنه والا هيخلص عليه. بعدها بيقعد مع صاحبه وبيعرفوا انهم اخدوا شحنه العلاج اللي كانت مع الطفل وانها اكيد مهمه بالنسبه لهم، فاحنا ممكن نساومهم. وبيتصل على واحده زميلته في الشغل اسمها ماليسيا وبيطلب منها انها تتصل بيهم علشان يعرفوا يوصلوا ليهم. والبنت فعلا بتكلمهم وبتطلب منهم $100,000 قصاد الشحنه، وبيعملوا تحريات عنها وبيتاكدوا انها مش تبع الشرطه. وبيوافق الشخص ده انه يبعت لها كل الفلوس. فبتعرفوا ان في طيار هو اللي هيجي معاها، وبتعرفوا انه موقوف عن العمل من فتره وانه انسب واحد للمهم، وبيوافق على الكلام ده. بعدها بيشكرها ديديا وبيتحركوا بالطياره وبيوصلوا لهونج كونج، والعمليه فعلا بتتم، الفلوس مقابل الشحنه. اما الدبدوبه فبتشوف ناس تبع العصابه بيتكلموا فبتحاول تسمعهم يمكن تطلع منهم بمعلومه، بس بيشوفوها وبيفضلوا يجروا وراها وبيحاصروها من كل مكان. بس بيوصل اديديا وصاحبه في اللحظه دي وبيعملوا مع الرجاله دي الصح وبيقدروا انهم ينقذوها على اخر لحظه، وبيرجعوا للفندق اللي قاعدين فيه وبتعرفوا انها سمعتهم بيتكلموا بلغه صينيه وما فهمتش منهم اي حاجه، وبتكون سجلت الكلام اللي هم قالوه على الموبايل بس حتى جوجل مش عارف يترجمه. والدبدوبه لما بتشوف ميليسيا نايمه بتتفاجئ، وبنعرف انها بتتضايق علشان كانت بتحاول تقرب دايما لديديا. فاكيد النساء عندها اشتغل وبتجيب كوبايه ميه وبتكبها عليها وبتقول لها يا اللي ما عندكيش دم ازاي جاي لك نوم وجسم صاحبتك مش لاقيينه، تصدق انك بنت ما عندكيش دم؟ وكلهم بينصدموا من تصرفها ده. والمفاجاه بقى ان ميليسيا بتعرف صيني وبتقدر تترجم لهم الرساله، وبتكون عباره على ان تعاملهم هيكون في النادي الملكي. فبتقول لهم لازم يروحوا للنادي ده بس ازاي هيدخلوا؟ فبتعرفوا ميليسيا انه يلبس لبس شيك وساعتها محدش هيشك فيه وهيقدروا انهم يدخلوا. ولما بتلبس ميليسيا فستان سهره جميل جدا بايلافي بتغير منها وهي في الدبدوب اللي شكله مسخره وله ديل ده. بعدها بيوصلوا فعلا للحفله اللي موجوده في النادي الملكي وبيقدروا انهم يوصلوا لواحد من رجاله ارجون وبيخطفوه وبيقرروه على كل حاجه، وبيطلب من اديديا انه يكلم رئيسه ويعرفوا ان النظام بتاع شحنه العلاج حد اخترقه ويقدمهم على انهم ناس موثوقين فيهم يعني وكده. وفعلا تاني يوم بيقابلوا ارجون وبيقول له اديديا انه عاوز 10 مليون على كل شحنه، وفي نفس اللحظه رجاله ارجون بيبعتوا له صوره اديديا وبيعرفوه ان هو اللي ورا كل حاجه وان هو اللي بيدور وراها. فبينصدم جدا وبيطلب من رجالته انهم يخلصوا عليه، وفعلا بيفتحوا النار عليه والواد بيتصفي كتفه. وقبل ما يخلصوا عليه بتوصل الدبدوبه العسوله بالسلاح الجميل اللي معاها تفضل تغربلهم واحد ورا التاني وبتقدر انها تنقذه في الوقت المناسب. وبيرجعوا بعدها للفندق، وتاني يوم بيتصل عليه ارجون وبيقول له انت هربت من الموت المره اللي فاتت ومش كل مره هتقدر تهرب، انا عرفت انت عاوز تنقذ مين. احب اطمنك انها دلوقتي في غرفه العمليات وهعمل لها العمليه بتاع نقل القلب من غير مخدر علشان تموت بالبطيء. والواد ما بيكونش عارف يعمل ايه، والدبدوبه بتقول له ما تعرضش نفسك للخطر وسيبهم يقتلون. فبيقول لها انا ما بعملش كده علشانك اصلا، انا ما اعرفكيش، انا بعمل كده علشان الحزن اللي شفته في عيون اهلك. بعدها بيتجمعوا الاربعه وبيفكروا ازاي هينقذوا بايلافي. وبيقول اديديا ان ابن الراجل الغني فصيله دمه نادره جدا وانهم محتاجين عربيه اسعاف علشان يدخلوا المستشفى، ويقولوا ان معاهم حد نفس فصيله دمه وعاوز يتبرع. فبيقول له صاحبه بس المكان عليه حراسه مشدده هندخل ازاي؟ فبيقول له سهله وبسيطه، هنقطع عنهم الاتصال علشان ما يعرفوش يتواصلوا مع بعض. وفعلا بيهجموا عليهم وبيضربوهم وبيقدروا انهم يخطفوا ابن الراجل الغني. بعدها بيرن اديدي على ارجون وبيعرفوا انهم خطفوا ابن الراجل الغني، والدكتور ده بيتضايق جدا وبيقول له هخلص لك على حبيبتك حالا. وقبل ما يعمل كده بيهددوا الراجل الغني وبيقول له انا علشان سلامه ابني ممكن اعمل اي حاجه وممكن اقتل اي حد. وبيتفقوا فعلا على انهم يسلموا الولد قابل جسم البنت. وفعلا تاني يوم بيتقابلوا وبيكلم الدكتور وبيقول له يجيب البنت بنفسه، وارجون بيرفض والراجل الغني بيهدده وبيجبره انه ياخد البنت ويوصلها علشان ياخد ابنه. وفعلا عمليه التبادل بتتم بنجاح، فبيثبت الدكتور بسلاح وبياخده معاه للطياره. بس المفاجاه هنا ان الطياره بتكون كلها رجاله تبع الدكتور كانوا مستخبيين في الطياره، وبيبداوا انهم يهجموا على اديديا. بس الواد بيكون جامد جدا وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم وبيوصل للدكتور. بس الدكتور بيكون اجمد منه وبيقدر انه يضربه وبيمسك جسم البنت وبيقول له اتفرج بقى على حبيبتك وانا برميها من الطياره. فبيعرفه انها مش حبيبته ولا يعرفها، فبيقول له مش مهم برضه هرميها علشان انت كنت عاوز تنقذها. وقبل ما يرميها الواد ده بيقوم وبيديله رجل بيطيره، ولما بيشوف وشها بيعرف انها البنت اللي كانت بتكلمه في المطار. وبيروح على الدكتور ده وبيفضل
وبيفضل يضرب فيه بكل غل لحد ما بيفقدوا الوعي، والبنت كانت هتقع من الطياره بس بيقدر ديديا انه يمسكها على اخر لحظه. بس في اللحظه دي بيفوق ارجون وبيمسك سلاح وبيضرب عليه، بس الدبدوبه دي بتاخد الطلقات مكانه، وكانت هتقع من الطياره بس الواد بيقدر انه يمسكها على اخر لحظه، فبتشكره الدبدوبه، وفي اللحظه دي بتعترف بحبها له في الجو وبتقع في الميه، وهو بيبص لها وهو حزين وبيفتكر كلام الكاهن لما قال له ان الروح لما تغادر الدبدوب مش هتفتكر حاجه. وفي اللحظه دي الروح بترجع للبنت وبتقول له انها فاكره كل حاجه، قالوا اذا كان بيحبها، واللي بيعرفها انه فعلا بيحبها. وهنا بيكون انتهى ملخصنا العالمي بنهايه سعيده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.